بيان إلى الرأي العام حول الإرهاب المرتكب بحق الكرد في جنديرس في ليلة عيد النيروز، عيد الانبعاث والمقاومة والسلام، وفي الوقت الذي يحتفل فيه الشعب الكردستاني والشعوب الأخرى بهذا العيد، وفي الوقت الذي يتلقى الكرد فيه التبريكات من قبل شعوب العالم الحر ورؤسائه ومن أصدقاء الشعب الكردي وقوى وحركات وشخصيات وطنية سورية ديمقراطية تستمر فصائل مرتزقة بارتكابها جرائمها في عفرين المحتلة وفي ناحية جنديرس الجريحة التي تكالبت عليها تنظيمات الظلام واللصوصية، حيث أرادوا أردوا 4 من سكان عفرين الكرد الأصلاء في جنديرس بينما يقومون بإيقاد نيران النيروز العيد القومي للكرد. إننا في المجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي بايدان في الوقت الذي ندين هذه الجريمة الإرهابية بأشد التعابير، فإننا نحمل النظام التركي وفصائل الإرهاب والابتزاق وما يسمى بالائتلاف بجميع مكوناته ومسؤولية الدم المسال في جنديرس وعفرين، ونطالب بمحاسبة المجرمين وتقديمهم للعدالة، كما نطالب الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بإجبار تركيا الأردوغانية وإنهاء الاحتلال لعفرين وسركاني ورأس العين وقريس بي وتل أبيض.